مرحبا على أحلى متابعين مطبخ شموسة. واليوم راح نسوي سوية أطيب تبسي باذنجان بالبشاميل. ظلوا وياي وراح نشوف الخطوات شلون. مثل ما شفتوا وياي قشرت الباذنجان قطعته، وهسه دا نسوي البصل للقيمة. ثرمت البصل وراح أحتاج القيمة طماطة، فالطماطيتين كبار ومعدنوس. أول شي حطيت طاوتين، وحدة راح أقلي بيها الباذنجان، والطاوة الثانية حطيت بيها شوية زيت ودا أحمس البصل للقيمة. وهسه نزلت اللحم المثروم دا أحمسه ويا البصل وحط له البهارات، ملح، فلفل أسود، وبهار مشكلة، وشوية براس الخاشوقة مال الكوب كاري. أنا أحب أحط الحشوة اللحم كاري. خاشوقة معجون، عليه طماطة تقريبا بحدود طماطيتين فرمت لك كبار، وراح اغطيها حتى شوية تتسبك. وهسه شوفوا عندنا القيمة تسبكت، راح اخليها اخر شي المعدنوس واطفي عليها. صارت عندي جاهزة. خليت المعدنوس وطفيت على القيمة مالتي. صارت عندي هسه القيمة جاهزة متسبكة وروعة. هسه خلينا أول طبقة من الباذنجان، راح نخلي القيمة، وهسه دا أخلي الطبقة الثانية مال الباذنجان، حتى وراها نسوي الوايت صوص سوريا. لا راح اخلي طحين تقريبا خاشوقتين اكل مليانة. اخلي بقى شوية، هذا كفاية. راح اخلي عليه مربع من الزبد، نحمس الطحين ويا الزبد بس نبدي نشتم ريحة الطحين تطلع شوية، نبدي ندور الحليب. ونخلطه بالخلاطة اليدوية كل الزين حتى يتجانس عندي الخليط. راح اخلي له مكعب ماجي لحم. هسه بس بلش الوايت صوص يسخن، تحطوا له جبن، اما تحطوا له جبن مبروش يصير، او الموتزاريلا. انا عندي هنا مقطعتها بهالشكل وراح اخليها ويا الوايت صوص. ممكن ان نضيف بس شوية ملح للوايت صوص اذا مكعب الماجي مو كافي، وراح اخلي لها شوية من الفلفل الابيض. كفاية هذا. وهسه صار عندي الوايت صوص جاهز. وهسه راح ندور الوايت صوص على تبسي الباذنجان بالشكل هذا. واخير شي رشة من الجبن المبروش على الوجه. شغلت الفرن مسبقا على درجة حرارة 250 وعلقت الفوق والجو، وراح اخلي التبسي بالطبقة الجوانية من الفرن واتركه 25 دقيقة. وهسه صار عندنا تبسي الباذنجان بالبشاميل جاهز، راح ندخله للفرن. وهسه صار تبسي الباذنجان بالبشاميل جاهز. حجرب وياكم تبسي الباذنجان بالبشاميل. طبعا اكو اللي يحب ياكله بالخبز، اكو اللي يحب ياكله ويا الزلاطه. انا صراحه احب اسوي وياه تمن شعريه. يا سلام، التبسي روعه.
بداعة. وهسه راح اجرب وياكم الطبق. يا سلام. لازم تجربوه، طعمه كلش طيب. ويا طرشي حامض شلغم، بما انه الدنيا شتاء سويت طرشي حامض شلغم. اللي حابب يعرف شلون نسوي طرشي الشلغم والشوندار يكتب لي بالتعليقات حتى نسوي حلقة ان شلون نسوي طرشي الحامض شلغم. شوفوا الجبن، واو، شوفوا الجبن رهيب. وسهمكم ألف عافية. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسون اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك بالقناة.